دي الحلوى العمانيه. مكونات الحلوى العمانيه السكر البني او السكر الاحمر، يقال بعض الناس تقول عليه السكر الاحمر، والنشا، الزعفران، الهيل اللي هو الحبهان، الماء الورد، المكسرات بانواعه، كاجو، فستق، لوز، اكروت، عين الجمل. بس هي المكونات. بعد ما بتطلع في ناس تحبها بالفراغ او الفيشار فوق الحلوى، في ناس تحبها بالمكسرات مع اختلاف الاذواق يعني. بس هي الحلوى العمانيه. توقيت الحلوى العمانيه من 4 ساعات ل5 ساعات من بدايتها، من 4 ل5 ساعات من بدايتها. انتوا قدامكم نص ساعه، انتوا قدامكم نص ساعه. بص، هي التيست بتاعها بيكون واضح فيه الزعفران والمكسرات. اكتر حاجتين بيكونوا واضحين فيه، الزعفران والمكسرات، هم دول اكتر حاجه واضحه فيه. طبعا هذه من تراث دوله العمان. طبعا هذه من اساسيات دوله العمان. باي مناسبه في دول الخليج عامه، مش عمان بس، الحلوى العمانيه هي رقم 1 على السفره، يعني على الضيافه رقم 1 سواء في الاعياد، في المناسبات، العيد الوطني، في الاعياد العيد الاضحى او عيد الفطر، في في الاعراس، يعني في اي ضيافه اي مكان الحلوى العمانيه هي من رقم 1 في الضيافه. جدا، وبتجرب وتشوف. الصراحة دايما كنت اشوف الامارات مع عمان في العالم، الاتحادين العالم انا دايما اشوف والله الامارات مع عمان. عشان الكمية قلت، والله لازم تبقى قوية تأثيرها أقوى لأن مفيش كمية. خليك مسك لا احنا بنصور يا معلم، ابويا معلم، لا هيجيلك مش هياخد.